ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وفيديو جديد مع محمد حامد. والنهارده في الفيديو الجديد هنتكلم عن سوزا مهاجم الاهلي الجديد، اول مرشح لانتقال النادي الاهلي الجديد كمهاجم وكرقم 9، وكل حاجه عايز تعرفها عن سوزا المرشح للانتقال للنادي الاهلي وارقام وكل حاجه عنه في مسيرته وكاريره كله. بس قبل ما نخش الفيديو يا شباب، لسه مش اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الاسم جوستافو سوزا، السن 29 سنه، مواليد 29/3/94. اللي في النادي الحالي هونداي الكوري الجنوبي، الجنسيه برازيلي، والطول 187. اولا سوزا مع فريقه الحالي اللي هو هونداي الكوري الجنوبي ده بقاله معاهم 4 سنين من سنه 2020 او 4 مواسم من سنه 2020. سوزا في الموسم ده الى الان مع فريق هونداي الكوري الجنوبي لعب 18 مباراه، سجل هدفين في الدوري وسجل 4 اهداف هناك في كاس كوريا الجنوبيه ضد فريق درجه ثالثه، سجل قدامه 4 اهداف في ماتش واحد عشان يبقى في الدوري والكاس. الى الان في الموسم ده سجل سوزا في 19 مباراه 6 اهداف. ابتدى سوزا مسيرته الاحترافيه في سنه 2014 مع فريق روشوما البرازيلي، وبعدها راح لفريق كورنتيسيانز البرازيلي ولعب معاهم 30 مباراه، سجل 5 اهداف. ولعب مع الفريق من سنه 2016 ل 2020، وبعدها راح اعار لكذا فريق واهمهم فريق انترسونالي بس ما شاركش معاهم في اي مباراه. وبعدها انضم في 2020 لفريقه الحالي هونداي كوري الجنوبي، ولعب معاهم الى الان في الاربع مواسم 124 مباراه، سجل 51 هدف وصنع 16. ونافس سوزا على هداف دوري ابطال اسيا الموسم الماضي مع مهاجم الدحيل القطري مايكل اولانجا، بس طلع المركز الثاني ب8 اهداف. وفي التوتال كله في مسيره سوزا كلها الى الان في كاريره كله لعب 262 مباراه، سجل 85 هدف وصنع 21 هدف. دي تقريبا كل المعلومات اللي عايز تعرفها عن سوزا من ناحيه كل حاجه، من ناحيه التهديف، من ناحيه الصناعه، من ناحيه كل الانديه اللي هو لعب معاها، ومن ناحيه كاريره كله. هو لعيب حاليا 29 سنه، كمهاجم كبير في السن جدا. وعرفت من كذا حد ان هو كل اللي يميزه ان هو طوله بس لا اكتر ولا اقل، انما هو مش الفينش العظيم. يعني لما يجيب مثلا 9 اهداف ممكن يضيع 10 اهداف قصادهم. وده كان مكتوب في تقرير مفصل من واحد موجود عندي في الاصدقاء في الفيسبوك اسمه احمد، وده كتب عنه مقال مفصل عن سوزا كله كمهاجم، هل هو تارجت ولا مش تارجت. ورأي شخصي، هو مش المهاجم اللي يليق بالنادي الاهلي، والمبلغ كمان كبير، وهو كمان في سنه 2024 شهر 6 تقريبا هيخلص عقده، فمش ده المهاجم اللي يليق بالنادي الاهلي. وغير سنه كبير، في ناس كتير احسن منه كارقام على الاقل وسنها صغير. وبس شباب، دي كل المعلومات اللي عايز تعرفها عن سوزا. لو عجبك الفيديو اكتب لي في كومنت قول لي رايك في اللاعب، وهل هو يليق فعلا بالنادي الاهلي كارقام انا قلتها او كارقام انت شفتها على النت. وهسيب لكم المقال اللي اتكلمت عليه في اول كومنت. وبس شباب، يكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش لو مش اشتراك انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.